بتبدأ الحلقة التاسعة لما إيزيكيل جه من السفر وكان عاوز يخش مكتبه، بس إيمي كانت خايفة يشوف هي عملت إيه في المكتب، فقالت له بلاش لأن في فرق كبير جوه وممكن يعضه. بس ساعتها خرج كين من المكتب، وأول ما إيزيكيل شافه ضربه، فإيمي اتخضت من تصرفه وراحت تطمن عليه. بس المشكلة إن إيزيكيل افتكر إنها كانت مش عايزاه يخش المكتب بسبب إن كين جوه ومش عايزاه يشوفه. بيطلع موبايله وبيكلم واحد وبيقول له يجي يتخلص من المشكلة اللي هنا، وبيعرف كين إن موضوعهم لسه مخلصش. بعد ما بيمشي إيزيكيل بتقول بنتنا لكين اللي الذكاء بيخر منها معلش حقك عليا انا، اصل افتكرك الفار اللي كان مستخبي في المكتب. هو بيضحك على كلامها، ولما بتسيبه بيكون خارج بيلاقي اتنين حراس مستنيينه بالمسدسات. وبعد كده بياخدوه على السطح وبيكون ايزيكيل مستنيه وبيقول له ازاي يجرؤ انه يتخطى حدوده، فبيقول له انه سمع من المشكله اللي حصلت في شركته فكان عاوز يساعد ايمي وما عندوش اي نيه تانية وحشه. بس طبعا ابننا ما بيخش عليه الكلام ده وبيقول له ايه اللي بينك وبين مراتي، فقال له مفيش حاجه بس هي حلوه قوي عموما. فملحقش يخلص كلامه لقى بوكس على وشه ومسدس على دماغه، بيقول له يبعد عن مراته. بس كين مش بيتراجع وبيقول له لا، فبيضطر ايزيكيل يضرب عليه النار في جنبه وبيكون لسه عايش، فبيقومه المساعد وبيقولوا للحراس انهم يطلعوه بره. اما بنتنا اللي عايشه في ميه البطيخ بترجع للبيت وهي بتغني، بس بتلاقي والدتها خارجه من البيت ومعاها شنطها لان ايزيكيل خلاص رجع من السفر. بس بنلاحظ ان والدتها سرحانه وبتفتكر لما كانت في السوبر ماركت وان واحده نادت عليها باسم تاني غير اسمها، بس حست انها سمعت الاسم ده قبل كده. اما ايمي فغيرت هدومها ونزلت من المطبخ لانها كانت جعانه وبتسال نفسها هل ايزيكيل كان الاكل اللي هي عملته له ولا لا. بس ساعتها بتسمع صوت خبط جاي من المطبخ وبتقول ده اكيد حرامي. فبدل ما بنتنا تمسك عصايه بتمسك شبشب وبتتسحب ورا الصوت لحد ما بتلاقي واحد واقف من ظهره وبتضربه بالشبشب، واللي طبعا بيطلع في الاخر ابننا ايزيكيل وبيقول لها في ايه مالك يا وليه، وبيسيبها وهو متعصب. بس هي بتفرح لما بتشوف انه كل كل الاكل اللي كانت عامله له. وتاني يوم بتكون قاعده مع صاحبتها وبتلاحظ صاحبتها انها سرحانه، بتسالها الجواز عامل ايه، خصوصا ان ذكرى جوازهم الشهريه تاني يوم. فبطلتنا بتتخض لانها ما كانتش فاكره، فبتنصحها صاحبتها انها المفروض تجيب له هديه. بس بنتنا بتسال هل هو هيفتكر اصلا ولا لا، فبتقول لها صاحبتها انها المفروض تلمح له عشان يجيب لها اي حاجه. فهي بتوافق على كلامها، بس بترجع تفكر هي المفروض تجيب له ايه لانه عنده كل حاجه. فجات لها فكره انها تعمل له اكل، فبتقول لها صاحبتها المهم ان هو يكون معمول بالحب. فايمي بتقول لها يعني ايه معمول بالحب، هي دي ماركه ولا ايه؟ فهي بتضحك على غبائها. وبالليل بتلاقيه قاعد وبيكون لسه متضايق منها، فبتجيب له قهوه، فهو بيقول لها ما اديتهاش ليه للفار بتاعي. فهي بتعتذر له انها كدبت عليه في حوار الفار، وبتستغرب لما لقيته فاكر انها ما كانتش عايزاه يخش بسبب كين. فجه في دماغها انه افتكر ان كين صاحب فكره تغيير المكتب للون الوردي، فبتقول له بكل حسن نية مش كين اللي عمل كده، انا اللي غيرت المكتب وشلت كل حاجاتك. فهو اتصدم وقال لها نهارك اسود انت عملتي ايه في مكتبي. فهي بتتصدم انه ما كانش عارف اصلا، وبتستغرب انه لحد دلوقتي لسه ما شافهوش. فهو بيعرفها انه ما لحقش اصلا يخش بسببها هي وفرها، وبيقول لها تمشي دلوقتي. فهي بتعيط وبتقول له انت بتطردني، طب رغم كل المصايب اللي عملتها لاهلي ما طردونيش، تيجي انت وتمشيني على غلطه تافهه زي دي. فهو بيكون جاب اخره منها وبيقول لها تمشي على اوضتها. فهي بتهدى وبتكون لسه عاوزه تقول له على ذكرى جوازهم، بس ما بيديهاش فرصه وبيزعق لها وبيقول لها تمشي من قدامه. بس برضه قبل ما بتمشي بتقول له ما ينساش ذكرى جوازهم. وبعد ما بيتاكد انها مشيت بيشرب القهوه اللي جابتها له. وتاني يوم لما بيخش مكتبه بيتضايق في الأول، بس بعد كده بيضحك من اللي هي عملته. وبعد كده بياخدوا المساعد لمحل ألعاب. هو بيستغرب في الأول، بس المساعد بيعرفه إنه المفروض يجيب لها حاجة في ذكرى جوازهم. فهو بيقول له إنه اشترى لها سلسلة، بس المساعد بيعرفه إنه لازم يجيب لها حاجة تعجبها، وبيشاور له على عروسة لعبة. فهو بيكون متضايق بسبب إن لا هيبته ولا مركزه يسمحوا له بكده، بس بيجيب لها في الآخر العروسة اللي بتحبها. وفي نفس الوقت مع ايمي كانت بتجهز للمناسبة وبتكون هي اللي طابخة كل الأكل، بس هو بيتأخر لحد ما كل المعازيم مشوا. وبتكون ايمي قاعدة زعلانة، وساعتها المساعدة بتقول لها بكل شماتة إنها المفروض تمشي لأن إيزيكيل كده شكله مش جاي. فهي بتزعل أكتر وبترجع للبيت، وساعتها بنلاقي إن إيزيكيل كان خارج ومعاه هدية. فهي بتسأله لو مش فاكر أي حاجة مميزة عن النهاردة، فهو بيقول لها لأ وبيسيبها وبيركب عربيته وبيمشي. وبعد ما بيمشي بتكون زعلانة منه وبتعيط، بس بيجيلها اتصال من واحد وبيعزمها إنها تيجي تقضي يوم في المنتجع بتاعه الجديد. فهي بتنسى زعلها وبتفرح وبتقعد ترقص. وتاني يوم بتكون مبسوطة إنها تروح للشاطئ، بس بتلاقي المساعد بيكلمها عن الشاطئ. فهي بتستغرب إنه عارف إنها رايحة للمنتجع، فهو بيعرفها إن هو اللي هيوصلها بعد المحاضرة. بس هي ما بتهتمش لأنها كده كده مش هتحضر المحاضرة، وراحت مع صاحبها للمنتجع. بس لما وصلت هناك كانت زعلانة إن إيزيكيل مش موجود معاها، بس بتحاول انها تبطل تفكر فيه. ولما بيجيب صاحبها الاكل بترجع تفكر في ايزيكيل تاني، وبتسأل نفسها هل هو كل ولا لسه. فبتمسك موبايلها علشان تكلمه وتسأله، وساعتها بتكتشف انها نسيت ترد على المساعد. فصاحبها بيسألها هو في ايه، فهي بتعرفه ان المساعد كان المفروض يوصلها وهي نسيت تقوله انها هتروح معاه. بس وقتها بتعرف ان صحابهم التانيين جايين يقضوا اليوم معاهم في المنتجع، فهي بتفرح وبتتحمس.
أما عند المساعد بيكون لسه واقف مستنيها عند الجامعة، وقتها بتيجي الإكس بتاعته بتسأله هو بيعمل إيه هنا، فبيعرفها إنه هياخد إيمي لإيزيكيل عشان يحتفلوا بذكرى زواجهم. فهي بتقوله إن ذكرى جوازهم أصلا كانت امبارح، وبتعرفه إن إيمي كانت عاملة له مفاجأة في المكتب وهو ما جاش. فهو بيتصدم لأن هو وإيزيكيل افتكروا إن هو النهاردة، وساعتها بيعرف من بقية صحاب إيمي إنهم رايحين لها المنتجع اللي هو فيه. هو بيستغرب بس بيتصدم لما بيعرف مكانها، لأننا بنعرف إن المنتجع ده بيكون جنب بيت الشاطئ اللي اشتراه إيزيكيل لإيمي، واللي كان مجهزه علشان يحتفل بذكرى جوازه منها. وأصلا المساعد كان المفروض ياخدها علشان يوصلها للبيت ده. أما إيمي لما كانت على الشاطئ هي وصاحبها شافت بيت جميل لونه وردي، فهي انبهرت أول ما شافته. بس ساعتها شافت إيزيكيل جوه فاستغربت ودخلت عشان تسلم عليه، فهو اتضايق أول ما شافها لأن كده مفاجأته ليها باظت. بس لما لاحظ إن صاحبها معاها خلاها تدخل جوه، وقعدوا الاتنين يتخانقوا ويضربوا في بعض، وضربة من هنا على ضربة من هنا. وقتها خرجت إيمي وشافتهم بيضربوا بعض، بس هما قالوا لها انهم كانوا بيهزروا مع بعض. فبياخدها ايزيكيل بعد كده وبيخش جوه، وهي بتعجب بديكور المكان. بس لما لقيته هيشرب سيجاره بتزعل وبتقوله انها ضاره، فمش بيرضى يزعلها وبيرميها. وبعدها بيعرفها انه عامل المكان ده علشانها، فهي بتتبسط وبتفضل تلف في البيت وتتنطط على السرير، وبتطلب منه بعد كده انهم ينزلوا على الشط ويعملوا بيت رملي. وبعد ما بيخلصوه بيهزر معاها وبيهدوا، فبتنزل على الميه وبتعمل نفسها بتغرق علشان ينزل معاها، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض بقيه اليوم. بس لما بترجع تفتكر انه سابها امبارح لوحدها ونسي ذكرى جوازهم بتتضايق، بس بتغير الموضوع وبتروح تشوف البيت الرملي اللي هو كان بيعمله. بس ساعتها لقيته كاتب عليه ذكرى جواز سعيد. فهي بتتفاجئ انه مطلعش ناسي ولا حاجة، بس بتقوله انه اتأخر. وقتها بيجي بقية صحابهم وبيضحك المساعد على اللي ايزيكيل عامله. بس بعد كده بياخده على جنبه وبيقوله ان ايمي كانت عامله حفله في المكتب بمناسبه جوازهم، لانها كانت فاكره انهم اتجوزوا يوم 13 مش 14. فهو بيقول عليها انها غبيه، وبصراحه هي تاخد اللقب ده بجداره. وبعدها بيقول للمساعد انه شايف ان كين مش عاوز يأذي ايمي، لانه سمع فعلا انه كان بيساعدها. فإيزيكيل بيتعصب وبيقوله انه عاوز يستخدمها كطعم علشان يضغط عليهم بيها، وهو مش هيسمح ان حد يلمس مراته. وبعد شويه بتيجي ايمي وبنلاقيه كان بيطبخ لها، فهي بتساله هو ليه كان ماسك مسدس ساعه ما كان بيتخانق مع صاحبها. فهي اول ما بتقوله كده بيتوتر وبيجرح صباعه بالسكينه. اما المساعد فبنلاقيه قاعد مع الاكس بتاعته وبيعترف لها انهم مافيا، وان ايزيكيل هو الزعيم بتاعهم. وبيكون بيقول لها كده لانه مش عاوز يخدعها، لانها الوحيده اللي بيثق فيها. بس هي بتتصدم وبتقلق على ايمي، لان اكيد حياتها في خطر بما ان جوزها زعيم المافيا، وبتعرف انها لسه متعرفش كده. فبيطمنها المساعد ان ايزيكيل مش هيسمح باي حاجه تاذيها، وبيطلب منها انها ما تقولش لحد. اما بالليل بتلاقي ايمي ان ايزيكيل عمل لها البسين بلون وردي زي ما هي كانت بتتمنى، وبعد كده بيعتذر لها انه ما حضرش الاحتفال اللي هي كانت عاملاه، وبيديها السلسله اللي هو جابها لها هديه. فهي بتفرح بيها، بس بتساله سؤال ان بما انه غني ايه اكتر حاجه هو بيتمناها. بس هو بيقول لها انه مش بيتمنى حاجه. وبعد كده بتنام على كتفه وبياخدها علشان تنام على السرير، وبيقول لها انه بيتمنى انهم يفضلوا مع بعض العمر كله. وبنكون هنا وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات.